وانا ماشية بالقرب من شارع المعز حبيت اجي اجدد حبي وعشقي وشغفي بالتفاصيل والزخارف المصرية المطورة في العصر الاسلامي. كل اللي قدامكم ده زخارف مصرية بأيادي مصرية، ولكنها مطورة في العصور بعد دخول الإسلامية والمسيحية. فاللي يقولك إن دي اسمها زخارف إسلامية قوله طب هاتهالي من الجذور، هاتلي جذور الزخارف دي، هاتلي أصلها وقولي إن هي تنسب للإسلام. الإسلام على عيننا وعلى راسنا طبعا، أنا ما أقصدش حاجة، بس إحنا لو جينا نشوف الجذور هنلاقيها مصري قديم، مصري خالص. وهنا قدامنا المحراب. احنا دلوقتي في مدرسة السلطان محمد بن قلاوون. طبعا المسجد في القلعة مش هنا، المسجد في منطقة القلعة. السقف بتاع المدرسة دي بيبهرني بجماله. على طول اقعد اقول يعني المصريين في كل العصور تفوقوا على كل البلاد في الزخارف. الإبداع المصري الأصيل. شايفين الوردة اللي في النص دي غائرة على فكرة، غائرة لجوه. بعدين في حاجة كمان عايزة أوريها لكم. في هنا عش خفافيش عمالين من بدري يصوصوا. أنا قلت هم جايبين عصافير ولا إيه بتزقزق، أتاريها خفافيش. هي للأسف مش باينة، مش باينة قوي هنا أهي. سامعين الصوت؟ يا اختي يا اختي بيطيروا بيطيروا. زقزقة الخفافيش يما. اول واحد يمشي يبعد عن الشر ويغني له. ومن هنا بنقول يحيى ابناء مصر الفنانين